إنه تلفزيون بلادهم المعبر عنهم وعن طموحات ما بعد الاستقلال. عشية اليوم 23 من ديسمبر عام 63 900 وألف كان يوما لا ينسى. إنه تاريخ الميلاد. علي شمو، محمد خوجلي صالحين، وحمدي بدر الدين كانوا طلائع البداية. تم اصطفاؤهم من دار الإذاعة، ومن دار الإذاعة هذه كان قد انطلق البث التجريبي للتلفزيون صورة وصوتا، تضامنا وتكاملا، ثقافة ووطنية. جاء أحمد جمعة ظهرت على الناس أول مذيعة بثوبها وكامل حضورها، وكم منهن يلحقن بالركب بعد ذلك ويتفوقن. أما أول فنان يغرد عبر شاشة التلفزيون فالراوي يقول إنه إبراهيم عوض. ظهرت بالأغاني الخفيفة الجديدة. أجد انشراح وأجد معاه المحبوب صراح أحكي لمن الفراق تلك كانت مظاهر البداية. على الهواء مباشرة بدأ الإرسال، والصورة أبيض وأسود. إنها ذاكرة الأرشيف تذكرنا اليوم بألق البداية، فالصورة لا تنسى. والعم حدباي كلما ذكر الإنسان طوال يتذكر خيل فرح. يا عم حدباي، نعم، القصيدة اللي حسها سمعناها دي حضرت تأليفها أنت؟ حضرتها. تأليفها الزمن كله كان لها نغمة معينة؟ أيوه. كيف؟ ليل يا ليل سهادك ويا ما حكمك جاير مين حاسبك بلاي. والله جيت لك جدي المرضي نجارة دي ذاتها كرهتها وما عجباني وطلعت من بالي. ما عجبك؟ طيب ما دام ما عجبك عاوز تشتغل شنو يعني؟ عاوز تشتغل شنو؟ داير تشتغل سارح، داير يلف اوروبا زي ما قال اوروبا يلفها كلها، ناس انجلترا وناس لندن وناس بريطانيا وناس فرنسا وناس باريس يلفهم، داير يشيل قروش ابوي ورسل ويلف بيهم. احنا كنا بنعذب محمد حسنين جدا، يعني احنا الشله دي وكان ساكن في الديومه الشرقيه ونحن ساكنين في الخرطوم، فبنتكبد مشاكلنا نمشي له نقلعه من بيته يجي يغني علينا، ومش غنوه واحده يعني يقول المره الاولى الغنية دي، بعد شويه نقول قولها ثاني وثالث ورابع لحد ما هو يتعب ونحن زادنا نلعب. وروننا وين انتوا وليه ما يا ناس انتوا وين انتوا ما بنتوا. سريعا ما اشتد الساعد، تحت الأضواء، بيت الجاد، جنة الأطفال. كانت البداية بهذه المقاييس. أيوة حضرت المسابقة. عرفت السؤال؟ يتم حوار بين شخصين. الأستاذ إسماعيل أخذوا من الفولكلور بتاعنا القديم، بعدين أخذته منه البحرية الأمريكية، يعني فأصبح نشيد عالمي. أنا زمان قلت لأحمد رحمه الله عم أحمد مرجان، وريته الطريقة. عم أحمد من الناس اللي كان بيغنوا بدايات كبيرة لتلفزيون السودان، ونجوم شهيرة يراها الناس على شاشته البكرة،
وبرامج أخرى تتعاقب وتتنافس. قربه يحنن وبعده يجنن، الهين لين وديعه حنين شغل بالي. وما عرفوك انت اللي ايامي زنت دي ما بغني ليه. ما عرفوك انت اللي ايامي زنت دي ما بغني ليه. يا باقي يا بصلو وفلو باقي يا بصلو وفلو. شخصيات وقمم، حوارات جديدة وجريئة. لم نقله أوشك الصمت حولنا أن يقول. مساحات محسوبة ومقدرة للثقافة، التعليم، المنوعات، الرياضة وشؤون الدعوة، ثم الدراما السودانية، هادفة وعلى الهواء مباشرة. جيت في عينك حيوان بجر. انا لما الحلقوم يتجرج بغادي ادم 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 وانت ما جاي خبر. ما يا سيدي يا سلام يا اخي. في شنو؟ ما ادم باشا ده يا ستي كمان. في شنو يا عادل؟ ادم دي ومعي شغل وماشي بيه سجاير بس. على كيفك.